الراجل ده يا جماعة بيقول كلام خطير جدا على العالم العربي كله. الراجل ده جنرال مستقل في حكومة دونالد ترامب، والظاهر ان هو كان بيتكلم قبل كده وبيحذر من حاجات من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي وحصلت. انا هقرا لكم بالراحة كده بالظبط هو قال ايه، وقال كلام خطير جدا، اسمعوا معايا. قال: اخبرتك من قبل شهر ان كاش باتل سيطرد بسبب تصرفه في ملفات ابستن، وقد أصبح حقيقة. كاش باتل طرد، وليندسي غراهام تم قتله من قبل الموساد الإسرائيلي في محاولة لإرغام دونالد ترامب على مواصلة الحرب في إيران. يعني هما الموساد الإسرائيلي بيجبر دونالد ترامب إن هو يكمل الحرب في إيران. وده شفناه لما الليلة اللي اتقتل فيها الراجل إبراهام ده غراهام ده، ترامب ضرب الصبح على طول، ضرب في إيران على طول. لماذا إيران؟ مش عارف. هو بيقول مش عارف ليه ايران، يعني هو مش عارف ليه ايران، لان اسرائيل هي اللي عايزاها، ان ايران هي الشيء الوحيد اللي واقف بين اسرائيل والسيطرة التامة. كلام خطير برضو، يعني هو اللي واقف ما بين اسرائيل والسيطرة التامة على المنطقة ايران. انت متخيل؟ يعني هم بالنسبة لهم البلاد التانية والدول التانية دي مش مهمة، لان اسرائيل تعرف ان الشرق الاوسط والعالم العربي جبان. شوف الراجل بيقول ايه: العالم العربي جبان، وإن العالم العربي هو أكبر منظمة جبانة على وجه الأرض، ولن يقف العالم العربي أبدا في وجه إسرائيل. ولكن العالم العربي ما زال ينتظر من الولايات المتحدة إن هي تكون حليف، وهي مش هتبقى حليف، عمرها ما هتبقى حليف. وبيقول إن أمريكا هي امتداد لإسرائيل. خد بالك، أمريكا هي امتداد لإسرائيل، مش أمريكا هي اللي بتحمي إسرائيل. وهي ستقوم بسحق العالم العربي. بيقول قصده على اسرائيل ان هي ستقوم بسحق العالم العربي. اكيد الراجل ده عارف حاجات جامده جدا وعنده معلومات خطيره من جوه الاداره نفسها. امريكا ستكذب على العالم العربي وتقوم بتقييده. ما هو ده اللي بيحصل، ما هي امريكا بتكذب، بس طبعا لا، مش فاهمين حاجه وماشيين مع امريكا سكه وبيسمعوا كلامها يعني. إسرائيل تسحب الخيوط لإرغام دونالد ترامب والحكومة الأمريكية لفعل ما تريده. يعني بيحركوهم زي العرايس، بيسحب الخطوط، يعني بيحركوهم زي العرايس الدميات، وبيقولوا لهم تروحوا فين وتيجوا منين وتعملوا ايه وتخلوا ايه. وده اللي بيحصل فعلا، يعني هو الراجل عنده حق بصراحة. لذا فإن العالم العربي، هو بيحذر هنا بقى العالم العربي، بيقول: لذا فإن العالم العربي عليه أن يحذر. سيكون هو المرحلة التالية، اللي هم مين بقى؟ مصر، السعودية، تركيا، الأردن، سوريا، كل العالم العربي، الشرق الأوسط كله، هم في المرحلة التالية. إيران دلوقتي يا جماعة واقفة لهم زي الشوكة في الزور، مش عارفين يتحركوا. هي اللي مأيداهم، والراجل ده من إدارة ترامب، وعارف الحاجات اللي بتدور جوه غرف العمليات، وعارف الدنيا ماشية ازاي. وبيقول لك ايران هي شوكة الزور دلوقتي لاسرائيل. اسرائيل مش عارفة تعمل حاجة الا لما تخلص ايران الاول. وكمان بينصح العالم العربي انهم يتحدوا. بيقول للعالم العربي: اتحدوا وقاتلوا اسرائيل، علشان انتم في المرحلة التالية. ده كلام راجل جنرال مستقل في حكومة دونالد ترامب، راجل مطلع على الأخبار والعمليات كلها. يا ريت الكل يفهم الكلام اللي عمالين نقوله من زمان اهو، ناس من أمريكا وناس مسؤولة جنرالات بتقوله وحذر. والراجل ده بيقول: أنا حذرت قبل كده الناس اللي اتقتل ده، والراجل اللي كان ماسك ملفات أبستن. خد بالك، يا ترى العالم العربي هيتفق ولا إيه؟ هتتفقوا ولا إيه؟